السلام عليكم متابعينا الكرام. كشف الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم. اللائحة شهدت عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله هداف اتحاد جدة السعودي بعد غياب دام لسنوات. وعبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة السعودية. هداف اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله علق فور الإعلان عن لائحة المنتخب الوطني بنشر صورة له في ستوري عبر تطبيق انستغرام يحمل العلم المغربي. يذكر أن اللاعب سبق وأن قام بالاعتذار للجميع في برنامج خاص عبر قناة سعودية الأسبوع الماضي، لقى استحسان ورضا الكل مما عجل بعودته لمنتخب أسود الأطلس والدفاع على ألوانه من جديد. 2019 كابتن عبد الرزاق، انت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا، ليش غادرت؟ في الحقيقة هذه النقطة أنا أعتبرها نقطة سوداء في حياتي الكروية. شخصيا أعتقد أنه كان المفروض ما أسوي هذا الغلط. أعتقد في تلك اللحظة سويت هذا الغلط عن دون قصد، لم أفكر على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن كما قلت في أول مرة شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا. أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته.